يا مرحبا طلابي الأعزاء، طلاب السادس العلمي. رجعنا وياكم بدرس جديد، محاضرة جديدة تكملة لمحاضرتنا السابقة. أخذنا بالمحاضرة السابقة الموضوع اللي هو قوى I. أخذنا به الحالة الأولى اللي هي كانت القوى موجبة. اليوم نستكمل ما أخذناه. اليوم راح ناخذ الحالة الثانية اللي هي بها تكون القوى للI سالبة. هذه الحالة تقريبا هي مشابهة للحالة الأولى، لكن بها خطوات إضافية نشتغل عليها ونحل السؤال. خطوات الحل اللي أمامكم مثل ما واضحة. أولاً تنقل للمقام لتصبح القوة موجبة. السؤال راح يجيني كالتالي: الآي مرفوع إلى قوة سالبة. هذه القوة أو هذا الآي راح ننزله للمقام هو والأس مالته ويصبح الأس موجب. هذه الخاصية أنتم ماخذيها بالمراحل السابقة. 2. بعد ما ننقله للمقام، القوة تنقل للمقام حتى تصبح موجبة، تقلل بالقسمة على 4. دائما نقسم هذه القوة اللي موجودة فوق الآي، يعني الأس مال الآي، على 4 حتى نقللها. 3. ضرب الكسر بآي أس 4 لاختصار المقام. تعرفون أنتم آي أس 4 مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة قيمته 1، فإذا ضربنا الكسر بآي أس 4 يعني كأنما ضاربين الكسر بواحد، والواحد هو العنصر المحايد لعملية الضرب، يعني ما سوينا شيء للسؤال، ما ضفنا شيء من عندنا. 4. نجد ناتج الأس الجديد من خلال اللي حفظناهن. آي أس 0 قيمتها 1، آي أس 1 تبقى آي تربيع سالب 1، وآي تكعيب قيمتها سالب آي. هذه راح تكون هي أبسط صورة ممكنة نجد بها قوى الآي. ما نطيل عليكم، هذه خطوات الحل اللي حكيناها قبل شوية راح نكررها على كل مثال من هاي الأمثلة اللي أمامكم. مثال الأول قل لي آي مرفوعة للقوة سالب 7. آي مرفوعة للقوة سالب 7. الحل راح يكون أول خطوة قال لي نزل القوة هي وأساسها للمقام، يعني راح يكون 1 على آي مرفوعة للقوة موجب 7. من أنزلها للمقام راح تصبح القوة مالتي موجبة، الأس راح يكون موجب. بعد ما سويتها آخذ هذا الأس اللي موجود، الخطوة الثانية قال لي تقلل لي إياه بالقسمة على إيش قد؟ على 4. هسه عندي 7، آخذ 7 على صفحة أقسمها على 4. 7 تقسيم 4 بها 1، 1 في 4، 4، 7 ناقص 4 الباقي 3. وإحنا دائما تعودنا ناخذ الباقي، فهذا راح يصير 1 على آي مرفوع للقوة 3. خلصنا من الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة يقول ضرب الكسر بآي أس 4 لاختصار المقام. والآي أس 4 اتفقنا قيمته ايش قد؟ 1، بس ما نكتبه 1 راح نكتبه آي أس 4 حتى نختصر هذا المقام، حتى نبسط السؤال. فدائما هاي الخطوة ثبتوها، نضرب الكسر بآي أس 4. تمام، ويساوي. تعرفون من خصائص الأسس أنه عند القسمة تطرح الأسس. تقولون شلون عند القسمة؟ هذا الآي أس 4 بالبسط وهذا الآي أس 3 بالمقام، فهاي صارت عملية قسمة بيناتهم، فعند القسمة تطرح الأسس. هسه الواحد ما يأثر، أنزل آي، تمام؟ 4 ناقص 3 راح يكون الأس 1، وآي أس 1 يبقى مثل ما هو آي. هذا الناتج النهائي باستعمال خصائص الأسس اللي هي شو تقول؟ تقول 4 ناقص 3 عند القسمة تطرح الأسس، أو تقدرون تختصروها يعني 4 ناقص 3 مباشرة تكتبوها آي، يعني ما تكتبون آي أس 1. هذا المثال الأول. راح نعيد هذه العملية على هذه الأمثلة اللي أمامكم، يعني اللي ما يفهم من المثال الأول من الثاني ممكن من الثالث إلى أن ناخذها 8 أمثلة إلى أن تملون من عندها. يساوي آي أس سالب 5. أنزل القوة والأساس للمقام وأخليها شنو؟ أخليها موجبة. صارت آي أس 5 بالمقام موجبة، وبقى عندي 1 بالبسط. هذا الواحد هو معامل الآي بس ما مكتوب، فيبقى 1 عندي بالبسط. خاف تقولون من بين صار هذا الواحد. ويساوي. اتفقنا الخطوة الثانية نقلل الأس بالقسمة على 4، يعني عندنا قسمة اللي هي 5 راح تكون على 4. 5 كم 4 بها 1،
1 في 4 4 أطرح 5 يروح 4 الباقي 1. إذن راح يكون عندي 1 على I أس 1. الخطوة الثالثة ضرب الكسر بI أس 4 لاختصار المقام، ففي I أس 4. عند القسمة تطرح الأسس، 4 ناقص 1 هذا مو الأس مالته 4 وهذا الأس مالته 1، ف4 ناقص 1 يبقى عندي I أس 3. ومتفقين I أس 3 ناتجها ايش قد؟ ناتجها سالب I، فهذا أبسط صورة للسؤال راح يكون سالب I. انتهى خلاص. نعيده على النقطة الثالثة. I أس سالب 6 القوة سالبة. أنا أفكر بهذه الخطوات إذا كانت القوة سالبة فقط، إذا موجبة نشتغل مثل ما سوينا بالمحاضرة السابقة مباشرة، قسم الأس على 4 وناخذ الباقي. بس هسه عندي الأس سالب فأنزله للمقام وأخليه موجب. الغرض من أنه أنزله للمقام حتى تصبح القوة مالته موجبة. بعد ما نزلته للمقام آخذ الأس أقسمه على 4 أقلله. 6 تقسيم 4 بها 1. 1 في 4 4 أطرح الباقي راح يكون 2، راح يساوي عندي 1 على I تربيع. هسه هذا بحلين، ممكن نقول الآي تربيع حافظيها احنا نعرف قيمتها سالب 1، راح يكون 1 تقسيم سالب 1 والناتج سالب 1، أو أشتغل نفس الشغل أضربها بآي أس 4. تمام؟ حتى يكون عندنا شغل واحد، طريق نمشي بيه واحد، بس عادي ماكو مشكلة نوجد قيمته مباشرة لأن نعرف هذا سالب 1. فعند القسمة تطرح الأسس 4 ناقص 2 راح يبقى عندي آي أس 2 وآي أس 2 قيمتها حافظيها اللي هي سالب 1. خير إن شاء الله. ناخذ الرقم 4، المثال رقم 4 نعيدها حتى نفهم الفكرة، حتى من نمشي بالمادة تكونون مسيطرين عليها إن شاء الله. آي أس سالب 8 راح يكون عندي 1 على آي أس 8، أنزله للمقام وأغير الإشارة مالته راح تكون موجبة. بالقسمة على 4 طبعا هذا 8 من مضاعفات 4، واحنا اتفقنا اخذنا ملاحظة راح يكون الباقي مالته 0، مباشرة نقدر نكتبه 1. إذا ما عجبنا لا نشتغل نفس الشغل، ناخذ 8 نقسمها على 4، 8 كم 4 بها 2، 2 في 4 بها 8، نطرح الباقي 0، يعني 1 على آي مرفوع للقوة 0، وأي قوة ترفع للصفر قيمتها ايش قد؟ راح تكون 1، ف1 تقسيم 1 1. أو نقدر نضربها بآي أس 4، 4 ناقص 0 يبقى آي أس 4، وآي أس 4 ايش قد قيمتها؟ قيمتها 1. أيضا طريق ثاني للحل. ناخذ هذا المثال. هسه هاي المجموعة الأولى، الأربع أمثلة الأولى، معامل الآي كله واحد، تتباعون كله واحد. الحل مالته صار بهذه الصورة. إذا اجى معامل الآي عدد، يعني 2 سالب 5 هذا سالب 1 بمكتوب سالب 1 جذر 3 وهذا 6، شو راح يصير الحل؟ الحل ما يختلف، لكن العدد اللي يبقى هنا أو المعامل اللي قبل الآي راح يبقى بالبسط. أنا راح أنزل بس القوة السالبة اللي هي منو؟ اللي هي آي أس سالب 17. أنا ما عندي مشكلة ويا العدد اللي هو 2، فهذا يبقى بالبسط. أنزل هذا للمقام وأخليه موجب. هاي أول شغلة. حتى بهذا السؤال أو هذا السؤال المعامل 1 فبقى بالبسط. أنا ما عندي مشكلة ويا الأعداد، عندنا مشكلة ويا القوة السالبة، فأنزل القوة السالبة وأتبع نفس الطريق. تمام. 2 على أقلل 17 أقسمها على 4، 17 على 4 بها 4، 4 في 4 16، الباقي راح يكون 1، فهذا راح يصير آي أس 1 وأضربها بآي أس 4 حتى أقلل أو أختصر المقام، أتخلص من المقام. 2 تنزل ما عندي مشكلة وياها.
عند القسمة تطرح الأسس 4 ناقص 1 راح يكون I أس 3. وآي أس 3 بيها ناتج ما ننغلب بها هذه العملية. أمسح هذا لأن ما أحتاجه. آي أس 3 قيمتها سالب آي، هذه وياها أمامكم، فهذا ما انتهى، الاثنين تنزل. والآي أس 3 قيمتها سالب آي، 2 في سالب آي راح يكون سالب 2 آي. هذا الناتج الأخير للسؤال. تمام؟ ما عندنا مشكلة إن شاء الله. سالب 5 آي أس سالب 18 نفس الشغل راح نعيده. السالب 5 تبقى بالبسط، هذا النزلة تمام، ونسوي موجب. 18 ناخذها نقسمها على 4. 18 تقسيم 4 بها 4. 4 في 4 16. الباقي راح يكون 2. فهذا من قسمته على 4 على 18 بقى من عنده آي تربيع. والآي تربيع تقدرون تحلوها قيمتها سالب 1 أو تضربوه بآي أس 4 تمشوه كشغل واحد، طريقة واحدة. وعند القسمة تطرح الأسس راح يكون 4 ناقص 2 يبقى سالب 5 في آي تربيع. والآي تربيع أمامكم قيمته سالب 1، فهذا أيضا بحل بعد. سالب 5 في سالب 1، السالب بالسالب موجب، و5 في 1 5. الناتج الأخير للسؤال. احنا جاي ننوع بيهم حتى ناخذ كل الأفكار الممكنة اللي ممكن تجينا. طيب، سالب جذر 3 في آي أس سالب 6 5 8 3 2 رقم كبير، واحنا اتفقنا نقلل الرقم الكبير ناخذ فقط مرتبة الآحاد والعشرات. من المئات وصاعد تحذف، نباوع لها كأنما ما موجودة. زين، بس لا ننسى السالب ناخذها، احنا مشكلتنا هسه ويا السالب. فهذا قبل لا نحله خلينا نقلل الأس مالته. سالب جذر 3 آي أبقي فقط سالب 32. شلون؟ أخذنا ملاحظة قلنا فقط تاخذ مرتبة آحاد عشرات، هذا تروح. هذه المراتب اللي هي مئات وألوف ومئات الألوف تحذف، تبقى فقط مرتبة الآحاد والعشرات. اشتغله نفس الشغل هسه. العدد يبقى بالبسط سالب جذر 3. أنزل هذا الآي إلى المقام وأسوي موجب الأس مالته. آخذ 32 أقسمها على 4، وهذا أيضا من مضاعفات 4، راح يبقى الأس مالته 0. 32 على 4 بها 8. 8 في 4 32. الباقي 0. إذن هذا آي أس 0 سالب جذر 3 على آي أس 0. وآي أس 0 قيمته 1، يعني سالب جذر 3 على 1 ويساوي سالب جذر 3. أو تقدرون تضربوها بآي أس 4 وهم نفس الشيء يطلع لنا سالب جذر 3 بالأخير. السؤال أو المثال الأخير، ونعبر للملاحظة أو للحالة الثالثة. 6 في آي أس سالب 19. الستة تنزل ما لنا شغل بيها، ننزل الآي للمقام ونسوي الأس مالته موجب. بعد ما نزلنا للمقام نقلل الأس مالته 19 نقسمها على 4. 19 على 4 فيها 4. 4 في 4 16. 19 ناقص 16 الباقي 3. فهذا 6 على آي مرفوع للقوة 3. نضرب في آي أس 4. عند القسمة تطرح الأسس، يبقى عندي 6 تنزل، وهذا يبقى عندي فقط آي، لأنه 4 ناقص 3 قيمتها آي. بالنسبة للملاحظة للحالة الثانية أعتقد صارت واضحة عندنا. خطوات الحل: ننقل للمقام حتى نسوي القوة موجبة، يعني الأس نسوي موجب، نقلله بالقسمة على 4. الخطوة الثانية إذا اتبعنا هذه الخطوات مستحيل نخطأ. 3 نضرب الكسر بآي أس 4 مثل ما موضح أمامكم لاختصار المقام. بعدين نجد ناتج الأس الجديد من خلال اللي حافظيه نحن
اي اس صفر اللي هي 1، اي اس 1 تبقى اي تربيع قيمتها -1 واي تكعيب قيمتها سالب اي. هذه الحالة الثانية. نروح للحالة الثالثة. الحالة الثالثة يا أعزائي مثل ما تشوفون، إذا كانت القوى مجهول ينطيني بالأس مال الآي مجهول عدد ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية يرمز له بالرمز n. تمام؟ فهنا راح نستخدم خاصية ماخذيها بالرابع علمي أو حتى بالثالث متوسط أو الثاني متوسط، اللي هي عند الرفع تضرب الأسس. بس احنا ما راح ناخذها هيك، لا، راح ناخذ العكس مالتها، يعني راح نرجعها لأصلها، يعني راح نفككها. هي مو عند الرفع تضرب الأسس، راح تجينا هي جاهزة مضروب الأس واحد بالثاني، احنا راح نرجعها نفككها مثل ما يقولون. فخطوات الحل، أولا نستخدم عكس خاصية عند الرفع تضرب الأسس. هسه هذه اللي أمامكم الاكس اساس والاي الاس مالته الاول ومرفوعين مره ثانيه للان الاس الثاني، فعند الرفع يصير ضرب بيناتهم، فيصير عندي اكس الاساس اي في ان. احنا راح تجينا هيك جاهزه، يعني هو ضارب لي الاسس، فاني ارجع اجزئهم افككهم، اخلي اكس اس اي وبعدين ارفعهم القوه ثانيه اسميها شنو؟ اسميها الان. ما توضح عندكم هيك؟ توضح ان شاء الله على امثله. بعد ما سوينا هذه العملية نقلل القوة مال اي، تقليل قوة اي. وننتبه يا أعزائي أنه عندنا ملاحظة، منهجنا يتحدث عن إذا كان الأس ان راح ينطينا العفو الأس مالتنا راح ينطينا ان، شرط أن يكون من مضاعفات العدد 4 فقط. الان بصفة لازم من مضاعفات العدد 4، وهذا منهجنا، منهج الكتاب فقط يكون من مضاعفات العدد 4، والجواب راح يكون 1. هسه راح نشوف ليش يكون الجواب 1. أعيد الملاحظة لأن الملاحظة مهمة. يقول إذا كان الأس ان شرط أن يكون من مضاعفات العدد 4 يكون الجواب يساوي 1. الجواب مالتنا ايش راح يساوي؟ 1، وقلت لكم راح نشوفه شلون على أمثلة. وهذا هو منهج الكتاب فقط، من مضاعفات العدد 4. تمام استاذ، ما افتهمنا على هذا الحكي، اريد تحل لنا اياه وتوضح لنا اياه على الامثله. يلا وياي. المثال يقول بسط لي هاي الاسس، هذه اول مجموعه راح تكون اول 4 اسئله، تعتبر اسئله بسيطه، حتى ذولا اسئله بسيطه لكن بهم شغل اكثر. اي اس 4 ان. الحاله الثالثه لقيت مجهول اللي هو ان هنا بالاس بالقوه، فهنا راح اشتغل الشغل اللي امامكم. اولا استخدم عكس خاصيه عند الرفع تضرب الاسس، فاي اس 4 ان يساوي انزل الاساس، تمام، ارفعه للعدد اللي جوا اول واحد اي اس 4، وافتح قوس واخلي فوق القوس الاس الثاني او العدد اللي هو ان فوقه. استخدمت خاصية عند الرفع تضرب الأسس بس بالعكس. هسه 4 مو عند الرفع، عند الرفع تضرب الأسس اي اس 4 مرفوع الدور للقوة ان الثانية، راح يصير ضرب بيناتهم دول اثنيناتهم، راح ترجع لي 4 ان. فأنا استخدمت العكس مالتها، يعني أجزئهم أفككهم لأصلهم. بالتالي بعد ما سويت هاي العملية احنا نعرف الاي اس 4 قيمته ايش قد؟ قيمته 1، هذه حفظناها، فراح يصير عندي 1 مرفوع للقوة شنو؟ للقوة n. 1 مرفوع للقوة n، والواحد من نرفع لأي قوة يتأثر يتغير، يعني هسه 1 أس 9 يبقى 1، 1 أس 100 يبقى 1، 1 أس مليون يبقى 1، ما يتغير الواحد. الأساس 1 لأي قوة كانت لأي أس كان هو يبقى مثل ما هو، يبقى 1. لذلك الناتج راح يكون شنو؟ الناتج أو الجواب يكون 1. ما افتهمنا أستاذ، تريد تعيد لنا إياها؟ يلا على المثال الثاني. اي أس 8 ان، نفس العملية، أنزل الأساس، هاي أول شغلة أسويها، العدد اللي أول واحد أكتبه فوق الآي، وأفتح قوس وأخلي الأن فوقاهم. استخدمت عكس خاصية عند الرفع تضرب الأسس، فهسه 8 في ان يرجع لي 8 ان،
أنا ما أقدر أرجعها، أريد أحل للسؤال. I أس 8 اتفقنا 4 8 12 16 يعني من مضاعفات الأربعة دائما ترجع القوة شنو؟ الباقي مالتها صفر. هسه دا آخذ هاي الثمانية أقسمها على 4 ايش قد بيها؟ 8 كم 4 بيها 2 2 في 4 8. الباقي شنو راح يكون عندي؟ راح يكون صفر. وأي قوة ترفع للصفر شنو قيمتها؟ قيمتها 1. راح نسويها بس على هذا المثال والباقي راح نشتغله مباشرة. يعني I أس 8 من نقسمها على 4 أقلل الأس مالتها ايش راح تكون؟ I أس 0 وأنزل الN. وI أس 0 قيمتها 1. زين 1 أس N، 1 للقوة N يتأثر يتغير؟ لا، يبقى مثل ما هو 1. الأساس 1، أي قوة أرفعها إليه يبقى 1. تمام. استاذ عيد لنا إياها على هذا السؤال من عيوني. I أس 12 N، أول شغلة ننزل الآي، العدد ينزل فوق الآي مباشرة. أفتح قوس وأخلي الN فوق القوس. 12 راح أقسمها على 4 حتى أقللها. 12 على 4، 12 كم 4 بيها 3، 3 في 4 12 والباقي صفر. دا تشوفون أنه الأس اللي يبقى يعني من مضاعفات العدد 4 8 12، إذا أزود 4 4 راح يكون الباقي صفر، فنعتمدها مباشرة. إذا كان من مضاعفات الأربعة الناتج دائما يكون شنو؟ يكون 1 بدون هذه التفاصيل. فهذه I أس 12 راح تكون 1 أس N وبالتالي يساوي 1. كذلك هاي 16 من مضاعفات الأربعة ناتجها مباشرة يساوي 1. هاي التفاصيل حتى نتعلم، مو معناها أنا أسوي بالأسئلة، ترى هذه ما تجينا بالوزاري، هذه فقط شلون نبدي بمواضيعنا الجاية إن شاء الله. يعني هذه أساسيات تعتبر للموضوع القادم. فهاي 16 أس N 16 N العفو I مرفوع على 16 N قيمتها تكون 1 مباشرة. 12 N قيمتها تكون 1 مباشرة. 8 N كذلك 1. 4 N وهكذا. 4 N ومضاعفاتها مباشرة نكتبها 1. زين استاذ هاي شلون راح احلها؟ انت قلت لنا اذا اجانا هيك المجهول عدد بصفه n حسب الخاصيه. زين اذا اجانا عدد اللي بصفه n ومجموعين ويا رقم مطروحين ويا رقم ايش راح نسوي؟ ماكو مشكله، لا تخافون، نشتغل نفس الشغل ونستخدم خاصيه عند الضرب تجمع الاسس وعند القسمه تطرح الاسس ايضا بالعكس، يعني هم راح ارجعها لاصلها. زين شلون استاذ؟ خلينا نشتغل هاي. راح نجزئ هاي جمع، وهاي عملية جمع راح أرجعها لأصلها. هي الخاصية تقول عند الضرب تجمع الأسس، عند الضرب تجمع الأسس. أخلي آي تمام عملية ضرب وأخلي آي ثانية. هذا الأس هذا الأربعة أجيبه هنا وهذا الواحد أجيبه هنا. رجعوا لي إياها بالله. ترجع لو ما ترجع؟ أكيد ترجع، لأن عند الضرب إذا تساوت الأساسات عند الضرب تجمع الأسس راح يرجع لي 4 N زائد 1. صاد ما افتهمنا، نعيدها. أول شغلة اتفقنا أنه هنا العملية جمع حكى عدل بالأسس، فأنا راح أخلي I من يمي وأضربه بآي ثاني. تمام؟ ليش؟ هسه نشوف ليش. هذا الأس الأول 1 نخليه هنا على الآي الأول، والأس الثاني نخليه هنا. ليش استاذ؟ حتى استخدم خاصية عند الضرب تجمع الأسس. هذول الآي الأساسات بيناتهم عملية ضرب، فإذا عملية ضرب بيناتهم أجمع الأسس مالتهم راح يصير 4 زائد 1. رجع لي السؤال. هذا بس توضيح ليش صارت هيك. احنا ما نسويها بالامتحان بهذه الصورة، يعني ما نوضحها هيك توضيح، هي واضحة. العملية راح تكون بهذه الصورة. تمام. وهذا 4 أس N قيمته شنو؟ قيمته 1. ليش؟ لأن 4 أس N اشتغلناها 4 N هاي قيمتها ايش قد؟ قيمتها 1. ف1 في I أس 1 يعني 1 في I. 1 في I راح يكون الناتج فقط I. خلاص. يعني استخدم العكس مال عملية عند الرفع تضرب الأسس، خاصية عند الرفع تضرب الأسس،
واستخدم العكس مال عند الضرب تجمع الأسس. هذا شغلنا بالسادس، يعني الشغلات اللي تعلمناها بالمراحل السابقة نرجع نعيدها بس بالاتجاه الثاني. تمام؟ نكررها على هذا السؤال حتى نفهم الفكرة. أخلي آي صفة ضرب وأخلي آي ثانية. ليش دا أخلي ضرب؟ بسبب هاي العملية، لأنه جمع. الجمع عكسها ضرب بالأساسات والأسس. 8 ان يصير هنا، وال55 يصير هنا. 8 ان اي اس 8 ان قيمتها 1، لان من مضاعفات العدد 4، واتفقنا هذا منهجنا. يعني المجهول دائما العدد اللي بصفه المعامل مالته 4 8 12 16 وهكذا، اظل اجمع 4. فمباشرة بس نشوفه هذا، بس شفناه قيمته ايش قد؟ قيمته 1 مباشرة. تمام. زين ال 55 شنو راح اسوي لها؟ الاي اس 55 هسه هذا اتفقنا قيمته 1، هذا نشتغله نفس الشغل، ناخذه نقسمه على اليمن، قسمه على 4 وناخذ الباقي، يعني نقلله باستخدام القسمه على 4. الاس هو 55 قسمه على 4. عدد 5 تقسيم 4 بها 1 في 4 اطرح 5 ناقص 4 قيمته 1. انزل الخمسة، صار عندي 15 كم 4 بيها 3. زين 3 في 4 قيمتها 12. 15 ناقص 12 الباقي يكون 3. فال55 من اشتغلناها صار عندي الباقي مالتها 3، يعني اي تكعيب. 1 في اي تكعيب. تمام. والاي تكعيب نعرف قيمتها راح تكون سالب اي. هذا السؤال تحت. الوراء 16 ان زائد 93 مرفوعين للاي، طبعا القوة مال اي. نفس الشغل نخلي اي، بما انه جمع راح يصير ضرب بين الاي. هذا 16 ان هنا و93 هنا. ال 16 ان هذا قيمته 1. تمام. وال 93 ناخذها نقسمها على 4. 9 كم 4 راح يكون بها 2. 2 في 4 يكون 8 اطرح 9 ناقص 8 بها 1. انزل ال3 13 كم 4 13 كم 4 بها 3 مضبوط. 3 في 4 قيمتها 12 اطرح 13 ناقص 12 الباقي راح يكون 1. اذا الباقي مالته فقط اي اس 1، واي اس 1 في 1 يبقى اي مثل ما هو ينزل. خلص. زين استاذ الجمع هيك اشتغلتها. هذا الطرح شنو راح نسوي له؟ الطرح بالاسس العكس مالته قسمه. يعني شلون؟ يعني الخاصيه مالتنا اللي اخذناها سابقا بالمراحل السابقه كانت عند القسمه تطرح الاسس اذا كانت الاساسات متشابهه. هسه راح نرجعها لاصلها، يعني راح نرجعها الى عمليه القسمه. فاول ما اشوف الطرح افتح كسر. الكسر هو عباره عن قسمه، نقدر نكتب القسمه كسر ونقدر نكتبها بهاي الصوره، فاحنا نكتبها كسر افضل بالحل. استاذ شنو راح تسوي؟ هم اخلي اي بالبسط، شلون ما خليت اي باي ضرب، هنا هم اخلي اي بالبسط واي بالمقام. هذا العدد اول واحد 4 راح يكون بالبسط على اي مال البسط، وهذا 7 دير بالكم تخلوه سالب. ليش استاذ؟ ما هو نزل اصلا للمقام، وعند القسمه تطرح الاسس. هاني ذولا اذا ارجعهم اذا احلهم شلون احلهم؟ انزل اي وحده واقول ان عند القسمه تطرح الاسس 4 ناقص 4 ان ناقص 7. تحولت عمليه القسمه الى طرح. رجع لي السؤال. فهذا هو راح ينزل للمقام، من كتبه سالب عن كتبه موجب، لان هو تحول مكانه للمقام. تمام؟ اي استاذ شنو راح نسوي هسه؟ 4 اس ان هذا اي اس 4 اس ان قيمته 1 مثل ما تعلمنا، والسبعه اخذها اقسمها على 4. ما يخالف قسمناها هواي بس عادي حتى نتعلم. 7 على 4 راح يكون بيها يا الله بيها 1 في 4 الباقي 3. فراح يكون هذا اي اس ايش قد؟ اس 3. زين استاذ شلون اكملها هاي؟
تونا اخذناها قبل شويه. اذا كان الاي بالمقام مرفوع له قوه شلون اختصره؟ اضربه باي اس 4 واقول ان عند القسمه تطرح الاسس 4 ناقص 3 راح يكون عندي فقط اي اس 1، يعني الناتج الاخير راح يكون اي. انتهت. اعتقد الملاحظه واضحه. نستخدم العكس مال عند الرفع، تضرب الاسس يعني ارجعها لاصلها وبعدين اقلل القوه. وانتبه منهجنا 4 ان او مضاعفات الاربعه فقط، والناتج يكون شنو؟ الناتج يكون 1. هسه اريد اسولف عن سؤال هو مو منهجي، يعتبر سؤال إثرائي حتى نختم بمحاضرتنا. هذا مو موجود بالوزاري ولا موجود بالمنهج. هسه احنا اتفقنا 4 ان 8 ان 12 ان 16 ان 20 ان كلها من مضاعفات الاربعه. زين اذا اجاني هذا السؤال هسه 6 ان او اي اس 2 ان، خلينا نشتغل هذا السؤال. هذا شلون راح نتعامل وياه؟ اول شيء نفس الشيء اللي اشتغلناه هناك راح نسويه هنا. اي اس 6 ان انزل اي، تمام. هسه بعد ما نزلت اي عمليه ضرب بيناتهم، يعني عند الرفع تضرب الاسس، انزل 6 وارجع الان على القوس، اختبر عند الرفع تضرب الاسس، راح يكون 6 في ان 6 ان، تمام. استاذ وش راح تسوي بعد؟ اخذ الستة الاي اس 6 اقسمها على 4 اقللها نفس ما سوينا قبل. 6 تقسيم 4، 6 كم 4 بها 1، 1 في 4 4 اطرح، راح يكون الباقي ايش قد؟ الباقي 2، يعني راح يصير عندي اي تربيع مرفوع للقوة ان. زين اي تربيع حافظيها احنا، ايش قد قيمتها؟ قيمتها -1. اي استاذ هذا -1، هناك كان يطلع لنا بالاخير 1. اي صح. شوفوا هنا هسه من حلينا اي اس 4 وطانا ايش قد؟ 1 مرفوعه للقوه ان، وقلنا الواحد لاي قوه ينرفع يبقى شنو؟ يبقى 1. كررناها هنا، كررناها هنا ايضا. زين هاي ايش راح نسوي لها استاذ؟ هنا نروح الى الاساس اللي هو سالب. اذا كان الاساس سالب هنا يعتمد على الاس، على القوه. ممكن تكون القوه فردي، هذا المجهول، هذا لان هو مجهول ما نعرف ايش قد احنا. ممكن تكون القوه مالته عدد فردي، اذا فردي فيبقى -1. اذا القوه مالته او الان هذا الاس مالته زوجي، الاس الزوجي متعودين نعرف احنا، او حتى لا ما نعرف، الاس الزوجي دائما يلغي لنا الاشاره مال الاساس السالبه، يسوي لنا الاشاره شنو مالته؟ الاشاره مالته تكون موجبه. فهذا باحتمالين، يعني يا اما -1 يا اما -1. الحل يكون باحتمالين. شلون استاذ باحتمالين؟ الاحتمال الاول اذا كان الاس عدد فردي فالناتج راح يساوي -1. الاس الفردي حافظ على الاشاره ما يغيرها، اما الاس الزوجي لا، راح يغيرها يسويها موجبه. الحاله الثانيه اذا كان الاس او القوه عدد زوجي، فهنا الاس الزوجي راح يلغي لنا اياها، الاشاره مال الاساس السالبه يسوي لنا اياها موجب 1. ليش استاذ حلينا هيك؟ لان الاساس شنو؟ الاساس عدد سالب، الاساس عدد سالب. زين هذا استاذ شلون ينحل؟ هذا نفس الشيء، اصلا هذا اختصار ذاك السؤال. هم انا ارجعه اخلي اي مرفوعه للاثنين وارفعهم الدور المن للان. عند الرفع تضرب الاسس، يرجع لي السؤال نفسه. زين الاي تربيع شنو قيمته؟ حافظيها، قيمته ايش قد؟ قيمته -1، راح يكون -1 اس ان، ورجع لي نفس هذا. اذا هذا قيمته موجب -1.
زين استاذ، منهجنا ذكرنا اللي يجينا بالمنهج شنو؟ اللي يجينا بالمنهج هذا هسه مثلا 8 يعني من مضاعفات الأربعة، نعم، فهذا راح يصير اي اس 8 مرفوع للان، والاي اس 8 من نقسمها على 4 الباقي مالتها صفر، يعني قيمته ايش قد؟ قيمته 1 اس ان، والواحد من رفع لاي قوه يبقى شنو؟ 1. هذا موجب الاساس، انتبهوا، هذا منهجنا اللي نشتغل عليه. اما هذا الاساس شنو؟ هذا الاساس سالب، يعتمد على الاس، على القوه مالته، اذا كانت القوه فرديه او زوجيه. فردي يبقى سالب 1، زوجي يبقى موجب 1. وهذا اثرائي يعني ما يجي بالوزاري، هذا ممكن يجيبونه بالمدارس فقط. من هنا أنا أعتقد هذا يكفي لهذه المحاضرة. إن شاء الله نلتقيكم بالمحاضرة القادمة، راح ناخذ بها، اليوم أخذنا الحالة الثانية والحالة الثالثة، إن شاء الله راح تكون محاضرتنا القادمة. هذا كافي ما أخذناه اليوم. هذه الحالة الثانية والحالة الثالثة أخذناها اليوم أيضا، وإن شاء الله راح تكون محاضرتنا القادمة بداية لمفهوم العدد المركب. راح نتعلم شنو العدد المركب، شلون يتكون، وتفاصيل العدد المركب. نلتقيكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. في أمان الله.